بُص يا معلم، بشكل عام أوي أنت تقدر تصدّر وتستورد أي حاجة، ما فيش مشكلة، لكن بشكل عملي على أرض الواقع الكلام ده مش هتعرف تعمله. ليه بقى؟ خلّيني أقول لك. أنت دلوقتي عندك الاستيراد والتصدير، أنت بتصدّر منتجات وبتستورد منتجات، في المنتجات دي بتبقى واقعة تحت فئات معيّنة، يعني فئة المواد الغذائية، الأدوية، مثلًا الإلكترونيات وهكذا، تمام؟ في فئات معيّنة بتبقى محتاجة تصاريح، زي مثلًا الغذاء، الأدوية، الكلام ده كلّه، وبتختلف القيود على التصاريح من فئة للتانية. عندك بقى كمان جوّه الفئات دي بيكون في منتجات معيّنة عليها قيود أكتر. خلّيني أقول لك مثال، مثلًا لو أنت هتستورد ملابس، الملابس في حد ذاتها ما بيبقاش محتاج تصريح معيّن إن أنت تعمله عشان تستورد ملابس، ولكن من الحاجات اللي أنا قريتها لمّا كنت باحضّر قبل ما ابتدي الشركة، كان في حاجة في القانون اللي هو بيقول لك لو أنت هتستورد ملابس فيها فرو لازم تاخد موافقة البيئة. خلاص؟ البيئة على ما أتذكر يعني، برضه راجعوا ورايا وحد يصحح لي لو أنا غلط يعني، المعلومات دي جايبها بقى لي أكتر من سنتين يعني. طيب نسبة الفرو ده قد إيه؟ هل أي فرو كده آخد موافقة البيئة؟ دي بقى تفاصيل جوه التفاصيل اللي أنت لازم تعرف عنها قبل ما تستورد وقبل ما تعمل أي حاجة. تمام؟ دي حاجة مثلًا لو هتستورد أسلحة نارية لازم موافقة أمنية، لو هتستورد أغذية لازم موافقة الCFIA اللي هي Canada Food Inspection Agency على ما أعتقد يعني. فأنت عندك هنا أنت فعليًا شركة استيراد وتصدير وعندك رقم استيراد وتصدير والكلام ده كله، لكن فعليًا مش هتقدر تستورد وتصدر. تصدر ممكن عادي، يعني أنا مثلًا بالنسبة لي أنا باصدر موتوسيكلات، حلو الكلام، مش مطلوب مني تصريح معين عشان أعرف أصدر، هو مطلوب مني بس إن أنا أكون شركة استيراد وتصدير. لكن لو أنا هاستورد موتوسيكلات لازم تكون مطابقة لمواصفات اللي هي الTransportation Canada أو Transport Canada، حاجة كده زي وزارة النقل يعني بيتهيأ لي يعني.